حضرتك تربي لي في خدودك، وانتصار تربي لي في البنية التحتية بتاعتها. هل هي دي بقى مصر؟ هل هي دي مصر بتاعتنا؟ طالع تلعب بمشاعر الشعب باسم مصر واستحمله والتقدم. فين التقدم؟ فين التقدم والراجل مكسور قدامي انا مش عارف يصرف عليهم، لا عارف ياكلهم ولا يشربهم ولا يعلمهم. فين التقدم في كده؟ ايه التقدم في اللي انت بتعمله؟ ليه انا جوع وانت تشبع؟ انت ما بتجوعش معايا ليه؟ ما بتستحملش معايا ليه؟ الوزراء اللي تحت منك ما بيستحملوش معايا ليه؟ ليه انا المواطن الغلبان اللي مطالب مني استحمل كل حاجه؟ ليه انا اللي مطالب مني ان انا اسكت وما اتكلمش؟ اهو الراجل ده جاب من الاخر، بيسأل السؤال اللي على لسان 100 مليون: ليه احنا نجوع وهم يربوا خدودهم؟ بس الرد جالكم النهارده مش من السيسي نفسه، ده من الأذرع بتاعته اللي عايشين في كوكب تاني خالص. يطلع علينا ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام والمنافق الأكبر للسيسي، وبكل ثبات انفعالي يقول له مرتب المصري يشتري 35 ألف رغيف. يا راجل، انت تقصد العيش اللي في التموين اللي ما يتاكلش اصلا وجايبين لهم رده بتاعت بهايم وبيكون في مسامير وخشب؟ ولا فاكر ان المصريين عايشين على العيش والملح بس؟ ده حتى زميلك محمد علي خير قالها لك في وشك: حط لسانك جوه بقك واعتذر للناس. بس طبعا مش هيعتذر، لانه بيتكلم بلسان اللي فوق، اللي شايفين ان الشعب ده بيعيق خططهم العظيمه اللي بيقدموها للوطن. وخد عندك فخر الصناعة المصرية كامل الوزير عمرو أديب بيسأله: لو سعر البترول نزل هتنزل السعر؟ ردت بكل بجاحة: لا، عندي عجز 4 مليار لازم أوفرهم. طب العجز ده جه منين يا فالح؟ مش من مشاريع الفنكوش والمونوريل والقطارات اللي مفيش منها أي أرباح؟ وفي الآخر يقول لك الشعب هو اللي بيعيق تطوير السكة الحديد. لا يا كامل بيه، انتم اللي بوظتوا البلد، وانت اللي قلت بلسانك اننا فاشلين في الاداره ومش هنمشي وقاعدين على قلبكم. شفتوا البجاحه؟ وطبعا ما خدش الحق ده ولا اكتسبه غير لما لقى الشعب راضي وساكت. والجديد بقى يا مصريين علشان تعرفوا الفيلسوف الطبيب وصلنا لفين: اثيوبيا النهارده بتعلن رسميا هنبني 3 سدود جديده على نهر النيل الازرق باستثمارات 10 مليار دولار وفي ظرف 7 سنين بس. فاكرين لما راح حلف أبي أحمد على الهوا ويقول له مش هضر بأمن مصر المائي؟ وفاكرين لما قال لك اللي هيقرب لمصر هشيله من على وش الأرض، وشوح بإيده كده وقعد يزعق جامد قوي، وكل اللي قدامه كانوا بيسقفوا وما تعرفش كانوا بيسقفوا على ايه. وطبعا ساعتها الفيلسوف لما عجبه التسقيف ساعتها قال لك لو ينفع اتباع هتباع، ورجعوا يسقفوا له من تاني. بس قول لي مين المغفل اللي هيشتري واحد غرق البلد في ديون وشرد شعبها؟ يا مصريين، الراجل اللي بيطالبكم تستحمله هو والعصابة بتاعته مش بيستحملوا معاكم في أي حاجة، هم بيشبعوا وانتوا بتجوعوا. السؤال دلوقتي انتوا مستنيين ايه تاني يحصل لما المية تقطع والبيوت تضلم والجيوب تفضى خالص وما يكونش معاك حق الأكل اللي مش هيكون موجود؟